أهلا أهلا. لما بتبص على المشهد اللي بيحصل حواليك وتلاقي في موت غفلة وفي ناس صغيرة بتموت، يعني مش بتكلم طبعا على الوحشية اللي بتحصل، لا بتكلم في العادي في حياتك العادية. بتلاقي ناس بتموت حواليك بطرق ربنا اللي بيختارها. يعني ممكن مثلا يموت من العجز بس بيموت بطريقة تانية، ممكن يموت في البلد اللي كان فيها بس ربنا بيقدر له بيموت في مشوار معين. كلنا اتكتب علينا الموت، وكلنا هنموت في ميعاد محدد الله أعلم بيه وبطريقة ربنا برضو العالم بيها. ولكن اما تيجي اسأل نفسك، أنا مش هموت ازاي؟ أنا هموت فين؟ اسأل نفسك هموت على ايه؟ هموت وانا عامل ايه؟ هموت وانا بجري ورا ايه؟ لأن الدنيا مش مستاهلة. اسأل نفسك هموت وانا ظالم مين؟ وانا بتكلم على مين؟ وانا واخد حق مين؟ وانا اذي مين؟ لأن ده اللي يهم ربنا مهما كانت ديانتك. اللي يهم ربنا انت بتعمل ايه في حياتك، وعامل ايه لاخرتك، وبتتعامل ازاي مع الناس، وبتتعامل ازاي مع عمرك وفلوسك. فلازم تسأل نفسك الأسئلة دي علشان خاطر اللي الموت مش عايزة ليه لا عايزة له. يعني لو ما اتعظتش من اللي بيحصل حواليك واتغيرت، يبقى مفيش عايزة هتفيدك ومفيش منك أمل. ربنا يحسن ختامنا جميعا ويصبر أهل كل اللي مات لهم حد. بس